السلام عليكم. النهارده مع بعض هنعمل فيديو جديد ووصفه جديده. هنعمل مع بعض حاجه حلوه سريعه جدا بدون بقى تكاليف وحاجات كتير تمنها غالي في السوبر ماركت، لا بأبسط المكونات ومكونات محبوبه جدا هنطلع بحاجه حلوه مميزه جدا جدا، وممكن كمان نشتريها من ارقى المحلات، تنفع معانا في العزومات وتنفع كمان في المناسبات. حلوه قوي وبسيطه جدا جدا، ما تاخدش 10 دقايق وتكون جاهزه معاكي. شايفين الصور عامله ازاي؟ يلا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. انا عندي لفه قمر الدين باي طعم بتحبيه، هي بتكون بالمشمش او بالمانجا او بالبرتقال. انا جبتها بالمشمش وقطعتها مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، وجبت عندي بوله تكون غويطه شويه بالشكل ده. وبعد كده لو انت مستعجله هتحطي ميه من الكاتل زي ما انا عملت كده، ولو مش مستعجله هتحطي ميه بارده عادي من حنفيه، مفيش مشكله. انا طبعا كنت عايزه اعملها بسرعه فقمت حطاها كده بميه سخنه وغطيت لحد الحز زي ما انتم شايفين. اول ما حطيت الميه بصوا دبلت معايا بسرعه كده، هقلب تقلبتين عشان ادوبها شويه، علشان الجزء اللي ملتصق بالبوله عندي تحت اللي في ارضيه البوله عندي ما يكونش لازق ومن فوق مش لازق. فهقلب كويس كده تقليبه كويسه. بصوا بمجرد ما قلبت الميه خدت لون القمر الدين بسرعه ازاي. هبدأ بقى كده اقلبها تقلبتين وهشيلها بقى معايا ساعتين 3 4 زي ما يكون، او حتى تعمليها قبلها بيوم بالليل. كل ما سبتيها هتدوب معاكي قمر الدين اسرع. انا علشان كنت مستعجله سبتها 3 ساعات بس، ودي كانت النتيجه. دابت معايا بس مش قوي. هبدا اقلب كده بالمعلقه واحاول اهرس فيها شويه جوه الميه بتاعتها بالطريقه دي بالشكل ده. طبعا اصلا الميه عندي عملت قوام كده وتقلت شويه، وكمان لونها بقى زي ما انتم شايفين كده اغماء معايا شويه، ما كانش فاتح زي الاول. هبدا اقلب فيها واحاول ادوب فيها على قد ما اقدر بالطريقه ديت قبل ما ارفعها على النار. هي كده كده هتفك معايا على النار، بس طبعا انا بسهل على نفسي عشان اسرع الخطوات شويه وما اطولش يعني وانا على النار بقلب فيها. بعد كده بقى هجيب الحله عندي اللي انا هعمل فيها قمر الدين، وهقلب بقى كده كل المكونات اللي في البوله بالطريقه دي، وهبدا كده انزل بكل اللي فيها وهقلب كويس جدا لحد ما يدوب معايا تماما. وهرجع اجيب البوله تاني احط فيها حوالي كوبايه كده او كوبايتين او نص البوله يعني ميه دافيه تاني او سخنه من الكاتل، علشان بقى اي بواقي فيها اي قطع او مكعبات لسه لازقه كده في البوله عندي اخدها كلها وما بقيش فيها حاجه خالص. وبرده ارجع احطها في الحله وكله اطلع بيه على النار مع بعض زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي بالظبط. هنزل كده كل الجوانب اللي في البوله، وكل كان في مكعبات كده لازقه شويه في الارضيه بتاعه البوله قلبتها برده، وهبدا كده في الحله. شايفين اللون زاهي كده وغني ازاي، لونها مميز قوي، ولون المشمش كمان بيبقى لون مميز جدا. هجيب كده الاسباتولا عندي وابدا اقلب واضغط بيها لحد ما يدوب معايا كل المكونات بتاعه قمر الدين في الميه بالطريقه دي. بعد كده هجيب كوبايه من السكر. طبعا السكر بيبقى حسب الرغبه، في ناس بتفضل السكر بيبقى زياده شويه، في ناس بتحبها يا دوب كده مسكره، فحسب الرغبه. طبعا انا عملت كوب الا ربع بالطريقه دي، وهبدا ادوب فيه كويس قوي بالاسباتولا بالشكل ده كده. وبعد كده هسيبها على النار لحد ما تبدا تقلب معايا كذا قلبه وتغلي كده، لحد ما احس ان القوام بتاعها بيتقل معايا قبل ما احط النشا كمان. بعد كده هجيب عندي كوبايه بنفس الكوب المعياري اللي حطيت فيه السكر، وهحط فيها 6 معالق من النشا. ايوه 6 معالق صغيرين مش كبار، بس تكون مليانه على اخرها مش ممسوحه. وبعد كده احط كميه ميه قليله جدا تقريبا ربع كوب بس. انا مش عايزه احط ميه كتير لسببين. اول سبب ان انا مفتحش اللون بتاع القمر الدين عندي ويفضل بزهوته كده واللون الحلو معايا، ما يفتحش مني ويقلب الاصفر كده، لا. انا عايزه احتفظ باللون الحلو بتاع القمر الدين. تاني حاجه علشان القوام بتاع النشا يكون كتير، ما يكونش خففته بالميه، وبالتالي القوام بتاع القمر الدين عندي يرفع بسرعه ويعمل قوام كويس معايا، ما احتاجش بقى ان انا ازود نشا تاني بعد كده ولا اي حاجه. وده المعيار المظبوط بتاع النشا على قد اللفه الواحده بتاعه قمر الدين. طبعا نزلت بالنشا بايد، والايد التانيه كانت بتتقلب بالطريقه دي كده، وافضل اقلب فيها لحد ما احس ان هي دخلت في الغليان زي ما انتم شايفين. تغلي غلوه 2 3. اول ما تحسي ان القوام بتاعها فرق شويه هتطفي عليها وتسيبيها تهدى خالص. خلي بالك ان هي بتتقل درجه درجتين زياده، القوام بتاعها بيزيد بعد ما بتهدى وتبرد. يعني ما تفكريش ان هي خفيفه، لا خالص. طبعا انا حطيت الميه بتاعت اول مره كنت حاطه لحد الحازه زي ما انتم شفتوا بما يعادل لتر. بعد كده زودت لتر تاني. دوت بقى كيس بسكوت
ساده، اي نوع تحبوه، انا جبت من النوع دوت، اي نوع تحبوه. وهبدا اجيب البولات بتاعه التقديم وانزل بيها كده بقطع من البسكويت سواء سليمه او مكعبات، او بصي زي ما تحبي. انا حبيت كل بوله فيهم احط فيها بطريقه عشان تحس يعني تعرفوا ان هي مش فارقه خالص. حابه تحط البسكوته سليمه تقطعها نصاص ارباع، قطع صغيره خالص مكعبات، مفيش مشكله. هنزل فيهم بالطريقه دي كده، هقطعهم كلهم. طبعا انا كنت عامله كميه اكتر من كده، بس دول الاطباق اللي انا قدمتها معاكم. بعد ما القمر الدين هدي معايا خالص، بلاش احطه على طول وهو سخن جدا، اسيبه يهدى شويه. هقلب تقلبتين وابدا كده املى البولات عندي من قمر الدين بالطريقه دي. انزل على طول في كل البولات عندي. طبعا نمسح المعلقه اللي بنغرف بيها من تحت عشان ما تبهدلش الدنيا، دايما بقع في النقطه دي عشان كده قلتها. بس هبدا كده املى كل البولات عندي بالطريقه دي. بجد طعم البسكويت مع المزازه بتاعه قمر الدين او المشمش بالاخص بتبقى طعمها رهيب، بتبقى طعمها حلو جدا وشكلها كمان مميز قوي. دي كده خلاص. بعد ما هديوا معايا هدخلهم التلاجة وهيخرجوا معايا متماسكين خالص زي ما انتوا كده شايفين. وبعد كده هخرج طبعا حوالي 5-6 بسكوتات كده او كمية تحبيها. هتعمليها بقى في الكبة، هتعمليها في كيس كده وتدق عليها باي حاجة تقيلة عندك. المهم ان هي تبقى عندك بالطريقة دي باودر كده، برضو مش لازم باودر قوي. عايزة تجرنشيها بس جرنشة خفيفة كده، عايزة تخليها باودر خالص مفيش مشكله خالص. هبدا بقى اوزعهم كده، اوزعهم على وش القمر الدين والبولات بالطريقه دي. بتدي بقى شكل جمالي فظيع التقديم، وكمان بتدي طعم حلو قوي. ما تقوليش بقى اللوتس والحاجات دي انا عن نفسي بحب البسكويت قوي في الحلويات كتزيين وكطعم وككل حاجه. مكونات عادية جدا جدا موجودة في اي سوبر ماركت، مش غالية خالص خالص. وعملنا بيها كده حاجة شيك قوي وطعمها حلو جدا وبسيطة فوق ما تتخيلي. زينت بيها كده البسكويت. كان عندي بسكويت ويفر بالشكل ده متغطى بالشوكولاتة البيضاء، بدأت ازين بيه كده عندي البولات. دقت بقى طعمها بجد كان روعة، حلوة قوي قوي ومميز. عملت ما شاء الله حوالي 7 اطباق. عندي بقى اتبقى شويه، قمت حطاهم في اطباق في علب بغطا. بحب دايما احط حاجه اما يكون عندي كميات زياده من اي حلويات بعملها اغطيها كده، تكون في علب بغطا عشان ما تاخدش اي روايح من التلاجة وتفضل محتفظه بقوامها بكل حاجه. وبرده رشيت عليها كده من فوق برده البسكويت البودر وحطيتهم في التلاجة. بجد ما تتخيلوش تحفه ازاي وحلوه جدا. حاجة حلوة بسيطة وفي متناول ايدينا، ومش لازم نجيب حاجات غالية والدنيا اصلا غالية جدا. ربنا يكون في عون الجميع يا رب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا رأيكم في الكومنتات عجبتكم وكانت حلوة ولا لا. واتمنى كمان اكون ما طولتش عليكم ويكون الفيديو عجبكم فعلا. ولو اول ما تشوفوا القناة فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة اكلات فريدة. هتلاقوا فيديوهات كتير هتعجبكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.